طبعا انت حاسس ان صحتك دايما في النازل، ودايما لما حد يشوفك بيديك اكتر من سنك، بيبقى عندك حاجه و20 سنه ولا حاجه و30 سنه، واللي بيشوفك بيديك اكتر من سنك ب5 سنين على الاقل، وماشي بمقوله بقى احنا في السن شباب لكن في الصحه مش هاب. الله وانا مالي يا لمبي. وبتلاقي بقى بشرتك بهتانه وتحت عينك اسود، والالتهابات في جسمك ما بتخلصش، اللي هو من الاخر كده بيبقى عندك شيخوخه مبكره. فتفتكر بقى يا صديقي ليه بيحصل كل ده وازاي نتجنبه ونرجع شباب بقى زي الاول؟ فمساء الفل بقى عليك يا صديقي. فلو ما تعرفنيش وانا ما اعرفش ازاي انت لغايه دلوقتي ما تعرفنيش يا صديقي. مين ده؟ انا ما اعرفوش. فانا واعوذ بالله من كلمه انا. تعال نتكلم جد شويه بقى. انا ابراهيم سيد، اخصائي تغذيه، وفي القناه ديت بنقول فيها معلومات عن التغذيه وبنصلح فيها مفاهيم غلط ابدات يعني زي السلسله اللي عملناها. فلو مهتم بقى بصحتك وعايز تحافظ عليها بجد فاشترك في القناه بقى وفعل الجرس واعمل لايك والحاجات الحلوه دي، ويلا بينا يا صديقي. من ضمن الاسباب اللي بتخليك يحصل لك الحاجات اللي قلناها في الاول دي حاجه اسمها الفري راديكال، اللي هي الشوارد الحره او الجذور الحره. طب ايه هي الشوارد الحره دي يا صديقي؟ فجسمنا في الطبيعي بيعمل عمليات الايض اللي هي عمليات الهدم والبناء في الجسم. حلو يا صديقي. وطبعا اي عمليات هدم او بناء بينتج عنها مخلفات تصنيع. اهم مخلفات التصنيع دي بقى هي الشوارد الحره، ودي بتكون مهمه للجسم لانها بتشغل كده الجهاز المناعي. طب تفتكر ازاي يا صديقي؟ الجهاز المناعي لما بيشوف الاجسام الغريبه اللي هي مخلفات التصنيع فبيبقى لازم يتخلص منها، اللي هو جبنا لك يا جهاز يا مناعي شغلانه كده عشان ما تنتخش مننا. طب ما الدنيا حلوه اهي، امال فين المشكله بقى؟ المشكله بتحصل بقى يا صديقي لما الشوارد الحره دي بتزيد عن اللازم، واحنا عارفين ان اي حاجه بتزيد بيكون لها ضرر. فالسؤال هنا بقى يا صديقي هي بتزيد ازاي؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف هي الشوارد الحره دي عباره عن ايه اصلا. الشوارد الحره ديت بتكون عباره عن ذرات او جزيئات بيبقى ناقص عندها الكترون، فبتكون عايزه بقى الالكترون ده، بتبقى عايزه تتجوز بقى يا جدع الله، ملهاش نفس يعني. ابا انا عايز اتجوز. فبتروح بقى تدور على الالكترون اللي ناقصها ده، ما هي نشيطه بقى وعايزه تتجوز زي ما قلنا، فبتروح داخله بقى اي خليه عشان تاخد الالكترون ده. ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه، قال انا جعان قوي. فطبعا الخليه اللي بيتاخد منها الالكترون ده بيحصل لها مشكله، فاللي هو بقى ازاي انا في منطقتي ويتاخد مني الكترون؟ فالخليه بقى ديت تقرر انها تنحرف عشان تاخد حقها بقى يا صديقي. امال يتاخد منها الكترون كده عادي في منطقتها، فتروح تتحول الخليه دي بقى لفري راديكال وتروح بقى تبلطج على اي خليه ثانيه وتاخد منها الكترون، فالخليه بقى اللي اتاخد منها الكترون تقرر تنحرف، وهكذا بقى يا صديقي تفضل في دوامه، فتفضل كل شويه خليه تبوظ فتعمل مشكله مع الوقت، مشكله في الاعصاب او التهابات في الجسم وبشره بهتانه بقى وما تعدش بقى يا صديقي، لدرجه ان الشوارد الحره ديت ممكن توصل لكانسر لا قدر الله. فعايزك تتخيل بالظبط اللي بيحصل في جسمك. بس قبل ما اقول لك يا صديقي ما دام وصلت لغايه هنا يبقى انت 100 اعمل لايك بقى. بحبوش الواد ده. تخيل معايا كده يا صديقي لو جبت تفاحه وقسمتها نصين وسبت نص منها في الهواء كده، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها حاجه اسمها اوكسيديشن، وده بالظبط اللي بيحصل جوه جسمك من الشوارد الحره. طب لو جبنا نص التفاحه التاني دوت وعصرنا عليه ليمون، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هتبقى النتيجه هي ولا هتختلف؟ وليه؟ فكر شويه بقى. طبعا نص التفاحه اللي معصور عليها ليمون هتقعد فتره اطول من نص التفاحه التاني اللي ما حطيناش عليه اي حاجه. فتفتكر بقى الليمون عمل كده ازاي؟ وازاي نعمل كده في جسمنا؟ هنعرف كل ده يا صديقي، لا تقلق. بس نعرف الاول هو ازاي الشوارد الحره دي بتزيد اصلا. عد معايا بقى يا صديقي. عندك التدخين، وعندك الهواء الملوث دوت من دخان عربيات او المصانع اللي حوالينا، وقله النوم والنوم الملخبط عشان بيحصل لخبطه في الهرمونات، وعلى راسهم طبعا هرمون الكورتيزول، وطبعا خلل في عمليات الايض اللي قلنا عليها في اول الفيديو. رقم 4 بقى ما دام قلنا النوم الملخبط والسهر يبقى لازم نقول الفاست فود، وده مفيش اكتر منه. رقم 5 بقى المضادات الحيويه اللي عمال تاخدها عمال على بطال. لا انا ما اسمحلكش. انا قلت لا من فضلك. في ايه يا استاذ؟ احنا صعايده. لا فكل ده بقى بيزود الشوارد الحره. فاحنا عرفنا لغايه دلوقتي ايه هي الفري راديكال دي، وعرفنا هي مفيده ليه وبتبقى مضره امتى، وان الفري راديكال ديت عباره عن ايه اصلا، وعرفنا ازاي انها بتزيد في الجسم. فعايزين نعرف بقى ازاي اننا نقلل منها، وعايزين نعرف كمان عصير الليمون اللي قلناه دوت عمل ايه في التفاح. وهنا بيجي دور بقى حاجه اسمها الانتي اوكسيدنت، واللي هي مضادات الاكسده، ودي بتكون عباره عن ذرات بيبقى عندها الكترون زياده. فلما بتلاقي الشوارد الحره اللي بيبقى عندها الكترون ناقص فبتروح مديها الالكترون دوت وتتجوز بقى في سلام وما بتعملش مشاكل، لان زي ما قلنا ان مضادات الاكسده اصلا بيبقى عندها الكترون زياده، فلما بتديه مش بتتاثر، فساعتها بقى بتتحل المشكله. طب ناخد بقى مضادات الاكسده دي منين يا عم هيما؟ عايزين نزود منها بقى عشان ما يحصلش المشاكل دي. ما دام قلت يا عم هيما فانت كده في القلب يا صديقي. مضادات الاكسده ديت بتكون غنيه قوي في الحاجات اللي فيها فيتامين سي وفيتامين اي، زي الليمون والبرتقال واليوسف والحمضيات كلها، والجوافه بقى والكيوي والفلفل الاخضر
الاخضر وفلفل الالوان، وفيتامين اي ده موجود في البيض والسمك والكبده والفراخ، ومنتجات الالبان بقى لبن زبادي جبنه، وفيتامين اي وفيتامين سي ده من احسن المصادر زي ما قلنا، وعندك زيت الزيتون والخضروات الورقيه وعيله التوت كلها، والشاي الاخضر طبعا، وعملنا فيديو عنه والفرق بينه وبين الشاي العادي، تنساش تتفرج عليه يا صديقي. فيلا بينا بقى يا صديقي نعمل ملخص لكل اللي احنا قلناه ده. احنا قلنا السبب ان صحتك دايما في النازل، وان بشرتك دايما بتبقى بهتانه، واي حد يشوفك بيديك اكبر من سنك، وان ده كله بيكون بسبب الفري راديكال اللي هي الشوارد الحره او الجذور الحره. وقلنا ان الشوارد الحره ديت بتكون عباره عن ذرات او جزيئات بيبقى ناقص عندها الكترون، فبتكون بقى في رحله بحث عن الالكترون ده، ولما بتلاقي الالكترون دوت بتروح واخداه من الخليه، ايا كان بقى خليه عصبيه، خليه في العين، اي حاجه قدامها. وطبعا الخليه اللي اتاخد منها الالكترون دوت بتتحول لفري راديكال عشان بيبقى ناقص عندها الكترون، فبتحاول تاخده من اي حته. وطبعا شرحنا كل ده بالتفاصيل. تاني حاجه قلنا ان الشوارد الحره ديت امتى بتكون مضره؟ قلنا لما بتزيد عن اللازم بتكون مضره، لكن هي اصلا لو في الطبيعي فهي بتكون مفيده، لان هي بتشغل الجهاز المناعي، بس لما بتزيد عن اللازم الجهاز المناعي ما بيعرفش يسيطر عليه، عشان كده بتكون مضره، بتبوظ اي حاجه بقى. تالت حاجه بقى قلنا الشوارد الحره ديت بتزيد ازاي في الجسم؟ قلنا عن طريق التدخين والهواء الملوث والفاست فود، وطبعا المضادات الحيويه عمال على بطال. وعرفنا ازاي اللي احنا نقلل منها بان احنا نقلل من الحاجات ديت ونزود من الحاجات اللي فيها انتي اوكسيدنت اللي هي مضادات الاكسده. وطبعا قلنا ايه هي مضادات الاكسده، وانها بتكون عباره عن ذرات عندها الكترون زياده، وتروح مديها بقى للشوارد الحره عشان تتجوز بقى وما تعملش مشاكل وتبقى الدنيا ستيبل. طب مضادات الاكسده ديت بتبقى موجوده في اكل ايه طبيعي عشان ناخدها؟ قلنا بتكون غنيه قوي بالحاجات اللي فيها فيتامين سي وفيتامين اي، زي الحمضيات بانواعها والتوت بانواعه والشاي الاخضر، وطبعا الفراوله من فصيله التوت. ولو اول مره تعرف المعلومه ديت قول لي في الكومنت. والبيض طبعا والفراخ والكبده والسمك ومنتجات الالبان كلها، وزيت الزيتون. وما تنساش زي ما قلت لك تتفرج على الفيديو بتاع الفرق بين الشاي الاخضر والشاي العادي، وبس كده. ولو عايز نعمل فيديو عن حاجات معينه قول لي في الكومنت، لان اغلب الفيديوهات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من الكومنت. وطبعا لو استفدت متنساش تعمل لايك فولو. سلام.